طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الافتتاح الرسمي لأسبوع القانون الذي نظمته وزارة العدل. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في أتلانتا يؤكدون العمل لتعزيز برامج التصدي الشعبي. معطل عشرات الجنود والمسلحين في هجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر. أعمال عنف في شمال الهند بعد مقتل 14 مدنيا خطأ برصاص قوات الأمن. وهروب آلاف الأشخاص بعد ثوران مفاجئ لبركان بإندونيسيا. أهلا بكم. قامت وزارة العدل بتنظيم أسبوع سيادة القانون تحت شعار القانون وبناء الوطن، ويعتبر برنامجا الأول من نوعه، وقد افتتح اليوم رسميا في قاعدة الإقليم الأوسط بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والضيوف المدعوين. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. احتضنت قاعة إدارة الإقليم الأوسط اليوم 6 من ديسمبر فعاليات الافتتاح الرسمية لأسبوع القانون الذي نظمته وزارة العدل تحت شعار القانون وبناء الوطن. في الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والضيوف المدعوين، ألقت الوزيرة فوزية هاشم كلمة أوضحت فيها أن الشعب الإريتري انطلق خلال مسيرة التأسيس والإعمار الوطني التي استغرقت عهدا كاملا محترما سيادة القانون، مشيرة إلى أن احترام سيادة القانون والتقيد به ظلت تتوارث بين الأجيال كموروث ثلاثي للمجتمع الإريتري. وقالت الوزيرة فوزية ظلت ولا زالت تجري جهود حثيثة لضرورة ترسيخ الفهم العميق للموروث الشعبي في الحاضر وتأمينه مستقبلا، وبما أن القانون هو تعليمات ديناميكية تضم كافة أنواع التطور والتقدم لبرامج الإعمار الوطني، نفذت أعمال فعالة تسهم في رفع وعي المواطنين حول القانون. ويهدف أسبوع القانون الذي يستمر حتى 11 من ديسمبر زيادة فهم ووعي المواطنين وإبراز احترام سيادة القانون وتأمين القوانين وتنمية المشاركة الواسعة والنشطة لكافة المواطنين. وسيحتوي الأسبوع على سيمينارات قانونية وبناء الوطن وإريتريا والقانون الدولي وتطور القوانين الرئيسية والتجارب المتراكمة وورش عمل وبرامج خاص للمواطنين في الخارج ودعم القانون المقدم في كافة أقاليم البلاد مجانا، وكذلك مسابقة المعلومات العامة وبرامج التشجير والتبرع بالدم. في غضون ذلك افتتح وزير الحكومات المحلية السيد ولدنكيل أبرهة في ساحة وزارة العدل وكجزء من أسبوع القانون معرض يعكس مسيرة القانون وبناء الوطن خلال 30 سنة ماضية. وانطلاقا من البرنامج الأول من نوعه الذي بدأ هذا العام، ستنظم مستقبلا برامج أكثر فعالية وتنظيما. أسبوع القانون هو لتأكيد بأن الشعب الإريتري منذ أكثر من قرن يحترم القانون ويحترم سيادة القانون، وللشعب الإريتري إرث وقيم تمتد لعشرات السنين بل لمئات السنين، وللشعب الإريتري ولقومياته قوانين تقليدية كانت هي مصدر الحكم في كافة أنحاء إريتريا. الهدف من هذا الأسبوع، أسبوع القانون، هو زيادة توعية ومعرفة مفهوم القانون. الشعب الإريتري من عاداته يحترم القانون وسيادة القانون، وهذا جزء من قيمه، ووزارة العدل تقوم بعملية التوعية ونشر مفهوم القانون ومواد القانون. وخير دليل على المعرض الذي أمامنا يعكس لنا الاهتمام وتوعية بقدر الإمكان تسعى وزارة العدل نشر مفهوم القانون.
في غضون ذلك نظم سيمينارات اليوم السادس من ديسمبر حول البرامج الرامية إلى رفع المعرفة القانونية ومكانته بمناسبة أسبوع سيادة القانون المنتظم على مستوى البلاد في الفترة من السادس حتى 11 متضمنا مختلف البرامج. وقدم مسؤول الخدمات القانونية السيد سيوم تخلي سيمينارا بعنوان برامج وزارة العدل في توسيع المعارف القانونية وتعزيز المساهمة المجتمعية وتطوير القدرات البشرية. ذكر فيه بأن توسيع المعارف القانونية في أوساط المجتمع تعتبر من البرامج الرئيسية للوزارة، موضحا الأنشطة التي نفذت عن طريق وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة والمقروءة والمحاضرات والسيمينارات القانونية والبرامج الموضوعة للتنفيذ. وقال السيد سيوم إن إدخال التعليم القانوني كجزء من المنهج الأكاديمي يعد من أهم البرامج الموضوعة للتنفيذ، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جادة لإيصال مضمون القانون إلى الجميع بأسهل الوسائل لتعزيز مشاركة المجتمع وتطوير القدرات المؤسساتية، موضحا في الوقت ذاته إعداد تعليمات وجداول برامج عمل تسهم في إبراز أهم العناصر المركزة لكافة الأعضاء الموظفين والأقران وتأمين الرقابة والخدمات الجيدة. من جهته عقد أستاذ بمدرسة القانون في كلية الدقيق للتجارة والعلوم الاجتماعية الأستاذ سناي ولد أب سيمينارا بعنوان ما كانت القانون في بناء الهوية الوطنية وتوثيق التاريخ وعملية الإعمار الوطني، أودع فيه مستذكرا بالأمثلة بناء القانون الهوية وتوثيق التاريخ إضافة إلى كونه أهم عناصر أعمار البلاد. وقدم أفكارا بناءة حول ضرورة بذل مساعي حثيثة تسهم في تحويل هذا الإرث الثقافي إلى عادات وطنية. وذكر السيد سيوم مستشهدا بأمثال شعبية بأن الشعب الإريتري يعطي ويأخذ حقوقه وواجباته بالقانون الذي أصدره بإرادته يطبقه ويحتاجه ليعرفه أيضا، وأنه عكس فهمه العميق للقانون والعدل والتقيد به بصورة عالية في القرارات القانونية الدولية. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجرت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والجاشبركة قد أظهرت إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا. وقد ظهرت 3 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط في أخريا وعد قعداد وجزباندا، و2 في مركز العزل بمدينة كرن حاضرة عنسبة، وإصابة واحدة في مركز الفحص في مدينة بارنتو إقليم الجاشبركة. في غضون ذلك شفي 15 مرضى كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين فيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7484، شفي منهم 7271 وتوفي 61 مريضا، فيما لا يزال 152 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 6 ديسمبر 2021. أكد الإرثيون في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية العمل لتعزيز برامج التصدي الشعبي بتمتين تأطيراتهم، وذلك في السيمينار الذي انعقد في 4 ديسمبر في مدينة أتلانتا تحت عنوان التعبئة كضرورة مرحلية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا سيد برهان جبره النضال المرير الذي خاضه الشعب الإريتري لنيل الحرية وحماية السيادة، وأن العدائيات الحالية ما هي إلا مواصلة لتلك المؤامرات، داعيا المواطنين لتقوية تصديهم بوعي عالي. وذكر السيد برهان بأن تجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح كالأمس علينا الاستنفار بكل قوانا، وهي مهام آنية تتطلب المرحلة الراهنة، مقدما توضيحا حول البرامج الموضوعة للتنفيذ. وقدم المشاركون بالانطلاق من التوضيح المقدم آراء بناءة تساعد في إنجاح برامج التصدي، مؤكدين جاهزيتهم. أكد طلاب مدرسة سعادة كريستيان الثانوية في الإقليم الأوسط متابعة الأشجار المعروسة عن طريق الحملة الطلابية مرة في الأسبوع، وذلك في حملة النفير التي قام بها الطلاب في 4 ديسمبر لرعاية الأشجار المعروسة في جبال سعادة كريستيان وعد قنصي.
وأوضح مدير المدرسة الأستاذ كسة مسجنا أهمية أنشطة المتابعة الجارية لتنمية الشتول المعروسة وسيتم الدفع بها قدما حسب قوله. بدوره قال مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية بريخ السيد مهرة أبي بهلبي إن حملة التنمية الطلابية لهذا العام شهدت إنجاز 5 كيلومترات من المدرجات عن طريق طلاب مدرسة سعد كريستيان الثانوية وغرس 11,000 شتلة، مناشدا المدارس المتبقية اتباع هذا العمل النبيل. من جهة ثانية وفي ذات اليوم أفاد مراسل إرنا تنظيم دورة تأهيلية ل53 من المدرسين الجدد والقدامى تركزت حول أخلاقيات مهنة التعليم. استشهد في 3 ديسمبر عضو مركز التدريب العسكري للقوات الإريترية المناضل النقيب حامد محمود إدريس عن عمر بلغ 62 عاما. وقد التحق المناضل النقيب حامد محمود بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وعمل إبان الكفاح المسلح ضمن القوات المقاتلة والأنصام، وبعد الاستقلال عمل في مختلف الوحدات التابعة لقوات الدفاع، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بإخلاص. المناضل النقيب حامد محمود إدريس رب أسرة وأب ل7 مولود، ووري جثمانه الثراء يوم الجمعة 3 ديسمبر في مقبرة الشهداء بقندع. وعربت وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل النقيب حامد محمود إدريس، وقدمت أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفاقه. فاصل من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أكد مسؤول عسكري معتل ما لا يقل عن 9 مسلحا و29 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية في غرب النيجر، والتي تضم مقر القوى المشتركة لمجموعة الدول الساحل الأفريقي قرب الحدود مع كل من بوركينا فاسو ومالي. وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن مئات المسلحين المجهولين هاجموا القاعدة على دراجات نارية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع في النيجر في بيان لها أن الهجوم وقع على بعد 5 كيلومترات من بلدة فانتيو في منطقة تيلابيري، وأسفر عن مقتل 12 عسكريا وإصابة 8 آخرين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجنود والمئات ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية. وقالت الوزارة إنه تم تحييد عشرات المهاجمين وتدمير عدة دراجات نارية ومصادرة أجهزة اتصال. أفاد مسؤولون أن محتجون ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في عدة أماكن حول معسكر تابع للقوات الهندية في شمال شرق البلاد، وأن مدنيا قتل في تجدد أعمال العنف بعد يوم من مقتل 14 شخصا بطريق الخطأ برصاص قوات الأمن. وقتل 14 مدنيا على الأقل وأحد أفراد قوات الأمن في ولاية عندما أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من العمال بعد أن اعتقدت خطأ أنهم متشددون. وأشار مسؤول بوزارة الدفاع في نيودلهي إلى أن ما لا يقل عن 12 مدنيا وبعد أفراد قوات الأمن أصيبوا. من جهته أوضح وزير الداخلية الهندي أميت شاه أنه يشعر بألم بالغ من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار. وذكر نبيهيو ريو رئيس حكومة ولاية ناغالاند لرويترز أنه سيتم إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث الذي أرجعه إلى خلل استخباراتي. رصدت لقطات فيديو لحظات من الرعب عاشها سكان جزيرة جاوا بإندونيسيا، والتي سجلت ثوران مفاجئ لبركان جبل سيميرو بشرق جزيرة جاوا في إندونيسيا. وارتفعت حصيلة قتلى بركان جبل سيميرو بشرق جزيرة
جاوا في إندونيسيا إلى 13 شخصا وأكثر من 50 مصابا حتى الآن، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والتخفيف منها عبد المهاري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أنترا نيوز الرسمية أن مسؤولي الوكالة المحلية لإدارة الكوارث أجروا بعد وقت قصير من ثوران البركان عملية إجلاء للقرويين الذين يعيشون في منحدرات البركان. وفاجأ ثوران أكبر جبل في جاوا السكان المحليين، حيث تصاعدت سحب الدخان والرماد ودفعت الآلاف للفرار من الدمار والذهاب إلى الملاجئ المؤقتة. ويعد بركان جبل سيميرو واحدا من بين نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. الخبر الأخير: أطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه الأحد لتفريق محتجين رشقوا أفرادها بالحجارة والألعاب النارية بعد أن تحولت مظاهرات في بروكسل ضد القيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19 لأعمال عنف. وتظاهر بضعة آلاف من المحتجين في مسيرة سلمية وسط العاصمة البلجيكية إلى الحي الذي يستضيف مقر مؤسسة الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت المسيرة نقطة النهاية. وكان المتظاهرون يحتجون على القواعد التي فرضت في أكتوبر والتي تلزم السكان بإظهار تصاريح تفييد بحصولهم على التطعيم ضد كوفيد-19 كي يتسنى لهم دخول الحانات والمطاعم. ختام النشر إليكم أهم ما جاء فيها. الافتتاح الرسمي لأسبوع القانون الذي نظمته وزارة العدل. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في أتلانتا يؤكدون العمل لتعزيز برامج التصدي الشعبي. معطل عشرات الجنود المسلحين في هجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر. أعمال عنف في شمال الهند بعد معطل 14 مدنيا خطأ برصاص قوات الأمن. هروب آلاف الأشخاص بعد الثوران مفاجئ لبركان بإندونيسيا. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، وهذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.